اوقات الواحد بيبقى محتاج يهش، يسكت خالص. الصمت ده بجد والله فضيلة. كنت قريت كتاب كده من فترة طويلة اسمه في عالم السكون. الكتاب ده يعني بيعمل تدريب رائع جدا انه الواحد ممكن حياته تتغير 180 درجة لو سكت شوية، لو الواحد خصص ساعة في اليوم. بس هنقول هنبدأها على الأقل بنص ساعة، الواحد يسكت خالص. أول 5 دقايق الواحد يعمل مراجعة لليوم اللي عدى عليه، مراجعة بطريقة يعني ايه، بكل حاجة، بكل تفاصيلها. ايه الحاجات الحلوة اللي هو عملها، ايه الحاجات اللي ضايقته، ايه الحاجات اللي كان نفسه يعملها، ايه الحاجات اللي انجزها. و5 دقايق بعدها انه يخطط لليوم اللي هو هيعيشه، اليوم اللي جاي، بطريقة هو فعلا قادر ينجز فيها الحاجات اللي هو بيقولها او بيكتبها. طبعا التمرين ده لازم يتعمل بكتابة، ما يتعملش شفاف. بعد كده ممكن يتخصص جزء وليكن 5 دقايق هي إن الواحد يخطط لفترة أطول شوية، يقول كل أحلامه. مع التمرين ده الناس هتلاقي نفسها إنها بتكرر نفس الحاجات يوم التاني التالت، الواحد مبقاش عنده حاجة جديدة يكتبها. بس بعد يمكن اليوم الرابع أو اليوم الخامس العقل بيتحفز على إنه يكتب حاجات جديدة، حاجات بجد هو عايزها. الواحد لما بيشوف الكلام مكتوب ده بيفرق معاه جدا، بيخليه يحفزه انه يقدر يشوف بجد اللي هو عايزه، مش اللي هو معتاد انه يقول. الحاجة الرابعة اللي المفروض انها تحصل في النص ساعة دي، اللي هي هنبدأها بنص ساعة، انه ياخد وقت وليكن 15 دقايق بيعمل حاجة جديدة. حاجة جديدة بمعنى انه يشوف فيديو في تحفيز، في معلومات جديدة، في خبرة جديدة، انه يقرأ كتاب، يقرأ ان شاء الله صفحة. 5 دقايق اللي بعدها او 10 دقايق كل واحد على حسب قدرته، انه يعمل نوع من انواع التواصل مع ربنا بطريقته، انه يتكلم مع ربنا. عايز بقى يصلي، عايز يسكت، عايز بس يتكلم مع ربنا، ده يعني حاجة ترجع له. بس انه الناس تتعود انها تعمل النوع ده من الاتصال مع ربنا، هو ده اللي بيعمل السلام. كل الحاجات دي مجتمعة، هو ده اللي بيعمل السكون اللي احنا بنبقى محتاجينه من كتر التشتت اللي احنا بنبقى عايشين فيه والزحمة، وان احنا بنبقى جوانا حاجات بجد عايزين نعملها بس بننسى نعملها. ده لو بقى روتين يومي ولو اتعمل لمدة 21 يوم هتبقى عادة، والعادة دي ممكن فعلا تفرق معانا جدا. في الكتاب من الحاجات اللي اتقالت عليها انه زي مثلا، ولنفرض انه واحد عمل الروتين ده لمدة 18 يوم وبعدين وقع يوم، يرجع يعيد من اول وجديد لغاية ما يظبط ال 21 يوم كاملين. مش سهلة، لكن اعتقد انها هتفرق معانا جدا. كلنا محتاجين سكون.